مسار تاريخي كابتن لهؤلاء الشباب. نعم. الفوز على مدارس كروية قوية عنيدة عتيدة إذا صح التعبير قبل الوصول إلى النصف النهائي. هل ترى أنه اليوم أهم تحضير يجب أن يكون ذهني ونفسي؟ أنت تكلمت على المدارس. أنا أقول بأن المنتخب المغربي فاز أداء ونتيجة، وأن النتائج اللي حققها المنتخب المغربي، هذا المنتخب الشاب الشجاع، فاقت كل التطلعات. لأن الصراحة إذا كان المنتخب المغربي الأول قد برز بأسلوب في كأس العالم 2022 كان أسلوب رائع وكان يتناسب مع متطلبات المباريات آنذاك، وشفنا المنتخب الأولمبي بأسلوب هجومي أيضا يتناسب مع متطلبات المباريات في الدورة الأولمبية حيث حقق فيها البرونزية. أظن بأن هذا منتخب متكامل يجمع ما بين الانضباط الدفاعي والقدرة على ردة الفعل والقدرة على قلب الموازين. لماذا؟ لأن عندما يكون هذا المنتخب يكون في وضعية معقدة فهو يجد الحلول بتركيبة بشرية منسجمة شرسة. ردة الفعل عنده بإمكانيات قوية جدا لأن لديه المهارات، لأن عندما تراه أمام كوريا شفنا يلعب بأسلوب مغاير، وعندما يلعب مع منتخبات أخرى كالبرازيل كإسبانيا كالأمريكا لعب بأسلوب متحفظ لكن يعرف ماذا يريد من المباراة. لا يلعب لكي يلعب لكن يلعب لكي يفوز. نعم. وعنده شفنا من هذه اللقطات أمام أمريكا كيف يعني عاد المباراة بقوة بقوة كبيرة جدا، وهذا يدل على كاركتر هذا اللاعبين وعلى إمكانيات هذا اللاعبين. نحن فخورين صراحة بهذا المنتخب، فخورين بالأداء، فخورين بالجهاز الفني اللي عرف كيف يقود هذه أطوار المباريات كلها وتدبير مراحل المباريات. صراحة المنتخب المغربي فخر لكل المغاربة ولكل العرب لأنه استحق أن يكون في هذا المكان، ونتمنى أن المسيرة تكتمل بالفوز على فرنسا. على ذكر